حسين جيت وجبت الراس وياي من السبي وكانت بي سلواي. رحم الله الشاعر عطية الجمري تقول له لو ردت يا حسين أعدد لك، لو ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفر، يوم ما يمكن أعدد يا شهيد ولا شهر. ذاب جسمي من السرى وانعمت عين من السهايار، وهضمن ابن زياد يا ابن ام وشهرني بكوفته. حالنا شلون حالة وصفة زينب، حالنا اقشر حالنا يا حسين، حالك شر عليا ذيك الهزية هاي متعوق جملها وذيك طاح الطفل، وذيك شال الضعن عنها تركض بتالي الزميل، والضرب من غير فاصل والقلوب مفتته. خويا كم سوق دخلت وكم مدينة وكم بلد، جيت بيتامك على قبرك ولا لي عجلت. الله عليك اسمع، تدري بركوب الجمل ينحل يا خويا الجسد، وين ابو فاضل شفيل اللي طلعت بذمته. قامت تصب المدامع ويتامها وياها تدور للشريعة قاصده، تدور ابو الغيرة تدور ابو الشيمة الغيور، وقعد فوق قبره والقلب بأحزانه يفور، وين ابو فاضل شفيلي وصلون الحفرته. خويا حسين اقبال منكس الراس، اقبال وقفيت منكس الراس، لكن يا شهيد هي تشرح حالها زينب. الله عليك اسمع حال البيت. لكن ما شفت ذلي بعد اهلي مثل مجلي يزيد شبيه قام يصومون سكن عزيزتك صوم العبيد، يعني عرضوا نسائك للبيع حسين، بناتك صاروا يسومون بين يبيعون ويشترون إماء، قام يسومون سكن عزيزتك صوم العبيد. عذرا من هذا المقطع وننسحل كلنا بحبيل وابنك انجرحت رقبته.
ننسحل كلنا بحبيل وابنك ينجر حياة رقبته يا نزول الغاضرية وصلون الحفرته. شوف يتقولوا بهالأروض جسمه خيل مية داسته يا نزول الغاضرية وصلون الحفرة. وصلوني إلى زين العابدين وصلها ومن وصلت يمه وتقول له يا حسين جيت وجبت الراس وياي من السبي وكانت بي سلواي خويا تقعد يعز وجلعة حماي انا جيتك وجبت الحرم وياي خويا يا حسين زينب من عفته للشام دالب وكته والساعة جايت يا دللتها تقول لك وصيتك نفذتها والعيال يا ابن امي احفظته عن طفلتك عن رقية عن طفلتك لا ناشدته تقول لك ودمعته تكتب الشام يا ابن امي بالشام يا ابن ام دفنتها. انعم جوابا يا حسين.